الفيلم بيبدأ بالظابط ادوارد، وكان بيجري ورا مجرم وكان هيمسكه، بس المجرم بيطلع سلاح وكان هيقتله، وبعديها السلاح بيقع على الارض وبيختفي، والمجرم بيهرب منه وبيتسلق عمارة، وادوارد بيطلع وراه وبيقول له انا فشلت في المهمة بتاعتي، وهو هيجي يقتلني ويكمل المهمة والعالم بتاعكم هينتهي. وبعدها بينط من فوق المبنى، وادوارد بيحققه معاه، ومحدش كان مصدق ان بشر يقدر يتسلق عمارة. وبعدها بيجي الظابط كي وبيسأله وبيقول له هو قالك ايه؟ قال لي العالم بتاعكم هينتهي. وسأله لو كان معاه سلاح، قال له كان معاه سلاح شكله غريب. وراح عند واحد بيبيع أسلحة، وإدوارد قال له الراجل اللي معايا ده مجنون، ولازم توريله الأسلحة اللي عندك لإلا هيقتلك. ولسه هيعد لغاية 3، كي بيفجر دماغه، وإدوارد بيتفاجئ إن دماغه بتطلع تاني وإنه كائن فضائي. وبعدها بيوريهم الأسلحة اللي عنده، وإدوارد بيلاقي السلاح، وكي بيقول له إن القاتل جه الأرض عشان يقتل شخصية مهمة، وبيسأله لو يعرف مين الشخصية المهمة، وهو ما كانش عارف. ولما بيخرجوا كي بيشغل جهاز على ادوارد بيمسح الذاكره وبيحط مكانها ذكريات جديده، وبياخده وبيروحوا على مطعم، وبيقول لادوارد ان في ميعاد شغل بكره الساعه 9، وبيسيبه ويمشي. وبالليل بتنزل مركبه فضائيه على مزرعه، صاحب المزرعه بيخرج يشوف في ايه، بيلاقي حفره كبيره قدامه، وبيبص فيها بيلاقي كائن بيسحبه جواها، وبيخرج الكائن الفضائي بس بيكون لابس جلد صاحب المزرعه. يطلب من مراته ميه بسكر، مراته بتقول له انت جلدك مش في مكانه، قال لها عندك حق، وراح عادله وهي يغمى عليها. وبنروح على ادوارد وهو رايح امتحان الشغل الجديد، وهو ما كانش عارف هو رايح يشتغل ايه. ولما بيوصل بيكون في جنود من كل القوات، ومدير الوكاله اسمه زيد، وبيقول لهم ان احنا محتاجين واحد بس، وهيكون في اختبارات بدنيه وفي الذكاء والتركيز. وبيبدأ الاختبار الأول، وإدوارد ما كانش عارف يكتب إزاي، وبيروح يشد الترابيزة اللي في النص وبيحطها قدامه. وبعدها كان في اختبار للتصويب، وكان في رسومات لوحوش كتير، وكان معاهم بنت صغيرة، وكل الجنود بيضربوا ضرب عشوائي، وإدوارد بيستنى وبيضرب طلقة واحدة في دماغ البنت. وزد بيجي وبيسأله ضربت البنت الصغيرة ليه؟ قال له الوحش دوت بيلعب رياضة، ما كانش هينفع أقتله، والوحش ده عنده برد وفي ايده منديل، ودي بنت صغيرة في مدينة كلها وحوش وعندها 8 سنين وماسكة كتاب فيزياء بتاع ثانوي، والكتاب ده مش لسنها، أكيد هي اللي بتشكل الخطر. وبيخرج وبيكون كي مستنيه بره، وبيقول له انت نجحت في الاختبارات، وشرح له ان سنة 1950 الحكومة عملت منظمة سرية للتواصل مع الكائنات الفضائية، وبعد ما تواصلوا مع الكائنات الفضائية اتفقوا ان الارض هتكون مكان للاجئين من كل الكائنات الفضائية، وهيقدروا يعيشوا في سلام على الارض. وادوارد ما كانش مصدقه وكان عاوز يمشي، وقال له تعالى شربك كوباية قهوة. ولما دخل كان في حشرات بتتكلم مسؤولة عن البوفيه، وبيصدق كي اخيرا. وبعدها بيشرح له ان الاتفاقيه بتقول ان يكون على الارض 1500 فضائي بيجوا الارض عشان يعيشوا حياه طبيعيه. وادوارد بيساله ويقول له ليه ما قلتوش للناس؟ قال له ما ينفعش الناس تتفاجئ ان في كائنات فضائيه حواليه، وانت لسه عارف ان في كائنات فضائيه وخفت. ويسيبه يفكر في العرض. وتاني يوم ادوارد بيقبل الشغل وبيروح المنظمه وبيشوف الكائنات الفضائيه من حواليه، وكي بيفرجه على المكان وبيلمس كره صغيره بالغلط وبتتحرك في كل مكان وكانت هتدمر المنظمه، وكي بيمسكها وبيرجعها مكانها تاني، وبيقول له اوعى تلمس حاجه. وزيد بيقول له جه الوقت انك تلبس اخر بدله في حياتك، وبيروح يلبس البدله وبيشيلوا اسمه من كل السجلات وكانه ما اتولدش من الاصل، واسمه الجديد جاي. والكائن الفضائي بيروح لواحد عشان يقتله، وبيكون رايح مكان فبيمشي وراه، وبيوصل مطعم ويدخل يقابل واحد وبيحذره ان هو في خطر، وبيقول له ان في حشره وصلت كوكب الارض وجت عشان تقتلك يا امير، وعشان عاوزه تاخد المجره. ولسه ما كملوش كلامهم كانت الحشره وصلت وحط لهم الاكل ووقع منه شويه حشرات من ايديه، والامير قال له انت مش تقدر توصل للمجره، وبعديها بيقتله وبياخد علبه من على الترابيزه وبيخرج بسرعه. والقطه بتاعت الامير بتزعل عليه جدا، وجاي وكاي بيشتروا جرايد وبيقروا عن واحده بتقول انه مخلوق فضائي سرق جلد جوزها، وبيروحوا على المزرعه بتاعتها بيتكلموا معاها وبتقول لهم ان الشرطه جت ومحدش صدقني، انا جوزي خرج يبص على الحفره اللي بره رجع واحد تاني. وكاي بيمسح لها الذاكره بتاعتها، وجاي بيقول لها انت اللي طردت جوزك من البيت ولازم ترجعي تعيشي حياتك. وبيخرجوا يبصوا على مكان السفينه، وكاي بيكتشف انها حشره، وبيقول لجاي ان الحشره بتيجي الارض عشان تقتل بس، ولازم ندور في المشرحه. ويروح يقابلوا دكتوره المشرحه وتقول لهم ان جالي جثتين فيهم حاجه غريبه مش زي البشر العاديين، وبتاخد جاي بتوريه جثه الامير، وبتكون القطه بتاعته جت معاه وما كانتش عاوزه تسيبه، وبيفحصوا الامير بس ما بيكونش عنده امعاء زي البشر. وجاي بيبص على ودنه وبيكون فيها حاجه غريبه، وبيدوس عليها وبيفتح وش الامير، وبيلاقي جواها كائن فضائي بيقول له ان المجره على حزام اوريون، وبعديها بيموت. وجاي بيجي وبيمسح ذاكره الدكتوره، وبتيجي ناس من المنظمه عشان تاخد الجثتين، والحشره كانت عماله تفتح العلبه اللي خدتها من الامير، ولما بتفتحها بيكون جواها الماظ، والحشره ما كانتش عارفه المجره فين.
وكي وجاي بيوصلوا المنظمة وبيشوفوا حزام أورين، بس ما بيكونش فيه هناك مجرات. وبعدها بيكون في جيش جاي من كوكب أركل عشان عاوزين ياخدوا المجرة بتاعتهم بعد ما الأمير بتاعهم مات. وبعدها جاي وكي بيتجهزوا، وكي أخيرا بيثق في جاي وبيديله سلاح، وبيروحوا يدوروا في المحل بتاع الأمير. بس بتكون الحشرة سبقتهم وبتدور في المحل بتاع الأمير، وبيشوف القط بتاع الأمير وحوالين رقبته حزام على شكل المجرة، وبيخرج عشان يدور عليه. وكي وجاي بيوصلوا بس بيكون المكان متدمر، وجاي بيشوف الحشرة وهي بتهرب وبيضرب عليه نار، وبياخدوا منه العربية اللي فيها السفينة بتاعته. وكي بيقول له انه كده مش هيقدر يهرب، وبياخده وبيروحوا عند كلب وبيسألوه عن المجرة، وبيقول لهم ان الأمير كان حارس المجرة والمجرة موجودة على الأرض. وجاي بيقول له ازاي مجرة كاملة على الأرض؟ قال له لأن حجمها بيكون صغير جدا زي كرة صغيرة أو جوهرة. وجاي بيفهم من الحزام بتاع قطة الأمير. والحشرة بتسأل واحد وتقول له الناس اللي بتموت بيودوها فين؟ قال له بيودوها المشرحة، وبيتجه هو كمان على المشرحة. بس بتكون الحشرة وصلت الأول وبتسأل الدكتورة عن القطة، وبتقول له أنا معرفش مكانها فين. وبعدها جاي بيدخل والحشرة بتستخبى، وبيسأل الدكتورة عن القطة، وبتقول له أنا معرفش مكانها فين. وكانت عمالة تفهمه إن في حد تحت السرير، بس هو بيفهم حاجة تانية. وبتنزل القطة على السرير والحشرة بياخدها، وبعدها بيمسك الدكتورة وبيهرب بيها، وبيطلب منها إنها توصله مكان معين، وبترفض إن هي توصله. بس لما بتعرف إن هو صرصار بتعمل زي أي بنت في مكانها. وبعدها جاي وكي بيروحوا المنظمة، وشعب الأركل بيبعت لهم تحذير إنهم يسلموا المجرة لإلا هيدمروا الأرض. وبعدها جاي بيفكر ويعرف الحشرة هترجع لكوكبها إزاي. والحشرة بتكون وصلت عند المركبة الفضائية، وكان واخد الدكتورة معاه عشان لو جاع في الطريق، بس هي قدرت تهرب منه. وجاي وكي بيوصلوا، بس المرة دي كي بيديله سلاح بجد، وبيضربوا المركبة الفضائية بالنار قبل ما تهرب. ولما بتقع بيخرج الحشرة من المركبة، وجاي بيقول له حط ايدك على ظهرك وسلم نفسك، بس بيشيل الجلد من على جسمه وبيبان شكل الحشرة الحقيقي. وبعدها بيبلع الأسلحة بتاعته، وكي بيقول لجاي اعمل أي حاجة المهم تخليه على الأرض. وبعدها بيروح للحشرة وبيقول له بلعني، والحشرة بعدها بتاكله. وجاي بيحاول يمنعه انه يهرب، وبيحدف عليه طوب وبيحاول يضربه بس مفيش فايدة. وبيحاول يمسك في ديله بس بيحدفه جنب صندوق زبالة، وبيبص جنبه بيلاقي صراصير كتير جدا، وفضل يقتل فيهم ويقول له انا اسف دخلك، طب دي عمتك حقك عليا انا اسف، لحد لما الحشرة بترجع تاني عشان تقتله. بس كي بيضربه من جوه بطنه بالسلاح بتاعه، وبيقدروا يقتلوا الحشرة، وبياخدوا المجرة بيرجعوا على المقر المنظمة. وكي بيطلب من جاي انه يمسح له الذاكرة بتاعته، وانه كان بيدور على حد عشان يكون بديل ليه، وان هو نفسه يرجع تاني لحياته الطبيعية، وبينسى كل حاجة حصلت له وبيرجع يعيش مع مراته من تاني. الفيلم بيبدأ وجاي كان رايح في مهمة جديدة ومعاه شريكه الجديد العميل تي، وجاي بيقول للنبتة المفروض ما تطلعش للسطح وتفضل تحت في الأنفاق، وشريكه بيضرب الزهرة بس ما بتطلعش زهرة، بتكون شعرة على راس وحش عملاق، وبياخده وبيطير بيه. وبعدها جاي بينزل وراه في النفق وبيحاول يديله مصل مهدئ، بس الوحش بيتعصب جدا وبيحدفه في المترو اللي قدامه. وبعدها جاي بيخش للناس اللي موجودة بيقول لهم ان في حشرة عملاقة هتهاجم القطر، لازم تتحركوا من مكانكم. بس طبعا الناس كلها مش بتصدقه. وبعدها الوحش بيهجم عليهم وكلهم بيقوموا يجروا. وبعدها بيروح لسواق القطر وبيطلب منه انه يزيد السرعه، والسواق بيقول له انا قائد القطر دوت وهعمل اللي انا عايزه. قال له بجد؟ طب دي حشره جايه ورانا، اتصرف بقى يا معلم. قال له انا تحت امرك يا كبير. وبعديها جاي بيهدد الوحش وبيوقفه، وبيوصلوا محطة المترو وبيمسح لهم كلهم الذاكرة بتاعتهم. وبعديها في مركبة فضائية بتوصل على الأرض وبينزل منها دودة، وبعديها بتشوف صورة في مجلة وبتحاول تقلدها، وبتكون بتتشكل زي ما هي عايزة. وجي واحد من وراها وحاول يسرقها معنويا، وبعديها بتاخده ورا الشجر وبتاكله. ودودة بتفتكر ان هي لازم تلبس هدوم وبترجع تجيب هدومه. وبعدها بتروح تقابل واحد براسين وبيتعرف عليها واسمها سيرينا، وبتقول له انا جيت كوكب الارض عشان النور، ويقول لها انا اعرف واحد عارف مكانه. وبيروحوا يتجهوا ليه، وبنروح على الشخص دوت وهو شغال صاحب مطعم، وبيطلب من المساعده بتاعته انها تجيب حاجات ناقصه من المخزن. ولما بترجع بتكون سيرينا وصلت، وسيرينا بتساله عن النور، وهو بيقول لها ان انت جيتي متاخر، النور هيغادر بكره الكوكب الثالث. وبعديها سيرينا بتقتله، وابو راسين بيسالها بيقول لها الكوكب الثالث ده فين؟ قالت له قصده الكوكب الثالث من الشمس. وبنروح على جاي هو لسه واصل المنظمه، وبعدها بيخش لزد وبيساله على المهمه الجديده، وزد بيقول له ان في مخلوق فضائي اتقتل النهارده وعاوزك تحقق في الحادثه ديت، وخد معاك شريك جديد. وبياخد كلب معاه ويروح يحقق في القضيه. وبعد ما بيوصل بيشوف المساعده بتاعت الشخص دوت وبيسالها عن اللي حصل، وبيعرف ان اسمها لورا. بتقول له ان في واحد براسين وواحده بتطلع من ايديها مجسات جت وقتلت صاحب الشغل بتاعي. وبعدها بياخدها بيعزمها على الاكل،
وبيعرف منها ان هم كانوا بيسالوا عن نور اسمه نور زورتا، وبعدها بيقول لها انا شغال في منظمه بتراقب نشاط الكائنات الفضائيه، وبيبتدي يمسح لها الذاكره بتاعتها، وبعدها بتصعب عليه وبيحس ان هو وحيد من بعد كي وما بيرضاش يمسح لها الذاكره، وبيروح على المكان اللي نزلت فيه المركبه الفضائيه بتاعت سيرينا، وبيكلم زد وبيوريله المركبه بتاعتها، وبيقوله ان نزلت على الارض دوده قاتله اسمها سيرينا، وجاي بيقوله ان هي بتبحث عن حاجه اسمها نور زورتا، وزد بيرد عليه وبيقوله ان كان متابع الملف دوت عامل تقاعد، وجاي بيساله عن اسمه وطلع كي، وكان لازم يروح عشان يجيبه، وبعدها بيوصل له وكي ما بيكونش فاكر اي حاجه عن حياته وفاهم ان هو ساعي بريد، وبعدها جاي بيطلب منه ان هو يكلمه على انفراد، وبعدها بيتواصل مع كل اللي معاه في البريد وبيكونوا كلهم كائنات فضائيه، وبعدها كي بيمشي وبيسيبه، وجاي بيقول له تعالى معايا لو ما عجبكش الوضع ارجع تاني لحياتك الطبيعيه، وبيوافق يروح معاه، وبيوصلوا للمنظمه وكل الناس بتكون مبسوطه ان هي شايفه العميل كي راجع من تاني، وبعدها زد بيطلب من جاي ان هو يديله سلاح ويوديه على جهاز استرجاع الذاكره، وجاي بيخش يديله سلاح زي السلاح اللي هو اداهوله في الجزء الاول، وبيقوله ده السلاح اللي انت كنت بتحبه، وبعدها بيروح على جهاز استرجاع الذاكره، وسيرينا وبراسيم بيكونوا وصلوا المنظمه، وبتبتدي تدور على عميل كي لانه عارف مكان النور فين، وما بتكونش عارفه ان هو فقد ذاكرته، وبعدها بيضرب انذار في المكان، وجاي وكي بيقدروا يهربوا، وسيرينا بتأجر مخلوقات فضائيه وبتطلب منهم انهم يدوروا على كي، وجاي بياخد كي بيروح عند تاجر الاسلحه بتاع الجزء اللي فات، وجاي بيطلب منه جهاز استرجاع الذاكره، وبعدها بياخدهم وبينزلوا على المختبر بتاعه عشان يسترجعوا ذاكره كي، وبعدها بيشغلوا الجهاز على كي وبينفجر بيه، واول ما بيفوق بيضرب راس تاجر الاسلحه، وجاي بيقول له الحمد لله على السلامه انت رجع لك الذاكره، قال له لا، قال له امال عرفت منين الراس بترجع تاني، قال له هي بترجع تاني، وبعدها مشي وسابهم، وتاجر الاسلحه قال له اديله وقته وهو هيفتكر، وقال له ارجوك ما تزعلش مني مش عاوز الموضوع دوت ياثر على صداقتنا، وبعدها بيوصل القاتلين اللي بعتهم سيرينا، وتاجر الاسلحه بيبيعه وبيشاور لهم عليه، وبعدها بيفضلوا يضربوا فيه، وكي لما بيطلع فوق بتبتدي ذاكرته ترجع له بالتدريج، وبعدها بينزل لجي وبينقذه، وفضل يضرب فيهم واحد ورا واحد وقدر يتخلص منهم كلهم، وبعدها جاي بيساله عن النور، وكي بيقوله انا مسحت الذاكره بتاعتي عشان ما افتكرش حاجه عنه، بس سايب لنفسي دليل عشان اقدر اوصله، وبعدها بيرجعوا للمطعم تاني، وكي بيقابل لورا، وبعدها بيبصوا على الحيطه وبيعرف مكان الصوره بتاعته فين، وبيحط الصوره مكانها وبيكون سايب لنفسه دليل تاني، وبعدها بياخدوا المفتاح، وكي بيقول لجاي ان مكانها هنا مش امان، ممكن يرجعوا لها تاني، لازم نوديها مكان امن، وبياخدوها بيودوها عند الديدان عشان يخبوها عندهم من سيرينا، وبعدين جاي بيودعها وبيمشي، وبيروح على المكان بتاع المفتاح، وبيكون كي سايب شعب كامل عايش في الخزانه، وبيقولوا له انت جيت هنا وسبت لنا الساعه وقلت لما تيجي نفكرك بيها، وبيقولوا له ان انت كنت سايب كارت نفكرك بيه، وبيكون الكارت دوت عباره عن حجز فيلم، وبيروح يتفرج على الفيلم دوت، وبيكون الفيلم بيتكلم عن النور، وكي بتبتدي ترجع له الذاكره بتاعته، وبيفتكر اللي حصل من 25 سنه، وبيفتكر الاميره لما سابت له الصور بتاعها، وبعدها بيكلموا لورا وبيسالوها اذا كانت لابسه صور في ايديها، وبتقول لهم ايوه وبينور، وبعدين بيروحوا لها بسرعه عشان يلحقوها، بس بتكون سيرينا وصلت لها وخطفتها، وبيسالوا الديدان عن اللي حصل، وبيقولوا لهم ان سيرينا جت وخطفتها، وسمعناهم وهم ماشيين بيقولوا ان هم راجعين المنظمه، وبعدين بيروح على بيت كي القديم، وكي بيخش الشقه وبيفتح خزانه موجود فيها اسلحه كتير جدا، وبياخدوا الاسلحه وبيتجهزوا وبيمسحوا ذاكره الاسره الجديده، وبعدين اول ما بيوصلوا المنظمه جاي بيضرب بالسلاح اللي معاه، وبسبب ضغط الهواء بيتشدوا جوه، وبعدها بيركبوا الاسانسير، واول ما بينزلوا بتكون في آلة بتضرب على الاسانسير نار، وبعدها جاي بينزل بسرعه وبيهرب، وكي بيحذف قنبله للآلة وبيقفل عليها، وبيبص وراه بيكون سيرينا في انتظاره، وبعدها جاي بيوصل للورا، بيكون في واحد من اتباع سيرينا مستنيه معاها، بس ما بيكونش لوحده، بيكون معاه اخواته الصغيرين، وبيفضلوا يضربوا فيه، ولورا بتقول له اهرب من المكان، بيقول لها اهرب من مكان ايه ده انا ضاربهم، وبعدها بيفضل يضرب فيهم واحد ورا واحد، وبيروح ينقذ لورا، وبيقول لها عاوزين انا اهرب من المعركه، بتقول له كانوا عاملين يضربوا فيك، قال لها فيها ما يضربوا فيا، المهم اللي يكسب في الاخر، وبتكون سيرينا وصلت لكي وبتكون عاوزه تقتله، بس جاي بيجي من وراها وبيقتلها، وبعدها بياخدوا العربيه وبيهربوا، بس بتكون في حشره صغيره لسه عايشه من سيرينا وبتتجدد تاني، وبعدها كي بيقول لهم ان لازم نتخلص من النور لانه زي قنبله نوويه على الارض ممكن تدمر الارض كلها، لازم نوصل النور لمكان السفينه بتاعته، وقدامنا اقل من ساعه، ودوت الوقت اللي كان موجود في الساعه بتاعته، وبعدها بيبص وراهم وبتكون سيرينا رجعت تاني،
وكي بيحول العربية لمركبة فضائية، وسيرينا بتفضل تطاردهم، وكي ما بيكونش عارف يسوق العربية، وجاي بيسوق مكانه وبينزل نفق، وسيرينا بتفضل تطاردهم لحد لما بيوصل عند الوحش العملاق، وبيقف فجأة والوحش بياكل سيرينا، وبعدها بيروح على مكان الإقلاع بتاع السفينة. ولما بينزلوا من العربية كي بيقول للورا إن انت النور، وهي ما بتكونش فاهمة ازاي، وكي بيقول لها إن انت ملكة كوكب زوتانا الجديدة، ونزلتي على الأرض عشان يحموكي من أي هجوم يحصل عليك، ولازم ترجعي لكوكبك لإلا هيدمروا الأرض. وبعدها بينزل ضوء وبيفتح لها سفينة فضائية، وبعدها جيف بيجي وكي بيقول له مش وقتك خالص، وبينفجر فجأة وبيكون جواه سيرينا، وبعدها بتكون هتهجم على لورا وجاي بيلحقها، وكي بيركبها المركبة الفضائية بتاعتها وبيودعها، وبيفضل يضرب نار على سيرينا لحد لما بتقع وبتموت. ولورا بتكون في اتجاهها للفضاء، بس سيرينا بتطلع اخر قوة ليها وبتحدف نفسها على المركبة بتاعتها، وكي وجي بيجيبوا الأسلحة بتاعتهم وبيفجروا سيرينا وبيقدروا ينقذوا لورا، وبيرجعوا المنظمة. وكي بيكون حاطط لجاي الشعب اللي كان في الخزانة بتاعته، وبعدها بيقول له ما ينفعش تفضل حابسهم كده، المفروض يعرفوا ان العالم اكبر من الخزانة ديت. قال له مش ممكن احنا كمان نكون عايشين في خزانة. وبعدها بيفتح باب بيكون في عالم اكبر من بشرية بكتير، واحنا اللي مجرد عايشين في خزانة. الفيلم بيبدأ على سجن في القمر، وكان في واحدة رايحة تزور مسجون واسمه بوريس الحيوان، وبتكون جايباله تورته هدية عيد ميلاده، والحراس بيتأكدوا ان هي ما فيهاش حاجة مهربة، والحارس بيحط ايده جواها ويطلع منها حشرة صغيرة بتقتل الحراس وبتحرره من القيود اللي عليه، وبعديها بتخش جوه ايديه وبتكون جزء منه، وبيهرب وبيروح ياخد سلاح وبيطلع للحراس بره، وبيفتح فتحة في السجن وبتشد كل الجنود بره، وهو بيثبت رجله بالمخالب اللي عنده. وبعدها البنت اللي كانت معاه بتحاول تمسك فيه، بس هو عشان حيوان بيسيبها، وبيقدر يهرب من السجن وبياخد سفينة فضائية وبينزل على الأرض. والعميل كي وجي بيلاقوا المركبة الفضائية بتاعته وبيحققوا عشان يعرفوا المركبة دي بتاعت مين. وبعدها كي وجي بيجيلهم بلاغ إن في بشر جالهم ديدان في بطنهم من أكل الكائنات الفضائية، وبيروحوا على المطعم بتاع الكائنات الفضائية وبيخش يقابلوا مدير المطعم، وبياخدوه بيخشوا على المطبخ وبيكون عنده كائنات فضائية بتتاكل. وكي بيلاقي كائن فضائي معين كان بوريس الوحش بيحب ياكله، وكي بيسأله هو جايبه لمين، ومدير المطعم بيقول له انا مش جايبه لحد، انا جايبه عشان اكله انا. وبعدها بيخرجوا يقعدوا في المطعم عشان كي كان شاكك ان بوريس الحيوان موجود، وهو بيتكلم كي وتقول له المركبه الفضائيه مسروقه من السجن اللي على القمر، وطبعا بيعرف ان بوريس الحيوان هرب، وبيبص حواليهم وبيعرفوا ان هم متراقبين والكائنات الفضائيه بتستعد عشان تهجم عليهم. وبعديها كي وجي بيفضلوا يقاتلوا فيهم، وكي بيخش على المطبخ عشان يدور على مدير المطعم وبيلاقيه بس بيكون اتقتل، وبيعرف ان بوريس الحيوان موجود. وجاي بيقتل كل الكائنات الفضائية اللي موجودة بره، وبيدخل المطبخ يدور على كي، بس بتكون مستنياه سمكة عملاقة وبيفضل يضرب فيها، والسمكة بتكون هتقتله خلاص لحد لما بيقدر يطلع قلبها. وكي بيطلع فوق السطح وبيشوف بوريس الحيوان، بيقول له انا اسف جدا ان انا قطعت لك دراعك من 40 سنة، كان نفسي اقطع لك راسك كمان. وبعدها بوريس بيكون عاوز يقتله، وجاي بيفتح الباب في الوقت المناسب وبيفضل يضرب فيهم لحد لما بيقدروا يهربوا منه. وجاي بيسأل كي بيقول له هنقبض عليه ازاي، وكي بيقول له الموضوع ما يخصكش ولازم تبعد عن القضية ديت بالذات وما ينفعش تسأل عنها. وكي بيمشي وبيسيبه. وبعدها جاي بيروح على المنظمة وبيعرف الماضي بتاع بوريس الحيوان، وبيعرف ان من 40 سنة كي قبض عليه وسجنه في السجن اللي على القمر، وبيدور عشان يعرف هو اتقبض عليه ليه، ان يوم 15/7/69 قتل كائن فضائي في ملاهي. وبعدها بيبحث عن العميل كي، وبيعرف ان العميل كي يوم 16/7 اطلق نظام دفاعي على الارض اسمه درع الاركن، وقبض على بوريس الحيوان في نفس اليوم، وحاول يوصل لتفاصيل اكتر بس ما قدرش، والدخول بتاعه كان مرفوض عن المعلومات ديت. وبيكون العميل زد مات، ومديرة المنظمة الجديدة اسمها او بتيجي بتقوله ان في معلومات ما ينفعش توصل لها وما ينفعش تعرف عنها حاجة. والعميل كي بيكلم جاي وبيقوله انا هحكي لك عن كل حاجة بس لازم تجيلي في اقرب وقت. وبعدها العميل كي فجأة بيختفي من الوجود، والعميل جاي بيحس ان في حاجة غلط حصلت. وتاني يوم بيروح المنظمة وبيسأل على العميل كي ومفيش حد بيكون فاكره. وبعدها بيطلب من عميل يجيب له كوباية شوكولاتة باللبن من الكبيرة، وبيقول للناس كلها حد فاكر العميل كي، وطبعا الناس كلها مش فاكراه. وجاي بيسأل بيقول لها العميل كي مش موجود. بتقول له العميل كي مين؟ بيقول لها العميل كي اللي وشه عامل كده على طول. وبعدها بتقول له تعالى معايا، وتروح توريه التمثال بتاعه ان هو مات من 40 سنة، وبيعرف ان العميل كي مات على ايد بوريس الوحش من 40 سنة، وبيحاول يقنع المديرة ان العميل كي كان موجود فعلا. وبعدها العميل بيجيب له الشوكولاتة باللبن، وبتقول له من امتى انت عاوز تشرب شوكولاتة باللبن؟ وبيقول لها من ساعة ما صحيت. وبتقول له معنى انك عاوز تشرب شوكولاتة باللبن ان حصل عندك خلل زمني. وبتاخده على مكتبها
وبتعرفه ان في آلة قادرة على السفر بالزمن، وبتقول الوحيد اللي كان بيستخدم الجهاز دوت قبضنا عليه وسجناه على القمر. وبيقول لها بوريس الحيوان كان مسجون معاه واكيد عرف مكان آلة الزمن وراح جابها. وبيتفاجئوا ان في هجوم على الارض من كوكب بوريس الحيوان، وكي بيطلب من او ان هي تشغل درع الدفاع بتاع الاركل. بتقول له كي مات من 40 سنة وبكده مفيش درع دفاع عن الارض، وبتديله عنوان ابن السجين اللي كان على القمر وبيتجه ليه. واول ما بيوصل له بيكون عاوز يقتله، وبيساله بوريس الحيوان كان عاوز يروح انهي زمن، وبيعرف ان هو كان رايح يوم 16/7/1969، وبيطلب منه ان هو يرجعه على يوم 15/7 قبل ما بوريس يرجع للماضي ويقدر يقتل النسخة بتاعته الصغيرة قبل ما النسخة الكبيرة توصل، وبكده الاتنين هيتلاشوا من الزمن. وبيقول له انت هتعرف مكانه منين؟ قال له يوم 15/7 بوريس قتل واحد في ملاهي وانا هروح اقتله هناك. وبعدها بيطلع له جهاز السفر عبر الزمن، وبيقول له المفروض تنط من مكان عالي، وبياخده على سطح مبنى عالي جدا، وبيقول له حدد التاريخ اللي انت عايزه واول ما يكون الضوء اخضر نط. وبعدها بيساله بيقول له هو انا ليه الوحيد اللي فاكر كي؟ قال له عشان انت كنت معاه في لحظه موته. وبتكون السفن الفضائيه بتاع بوريس الحيوان وصلت وهو بينط، واول ما بيجيله الضوء الاخضر بيدوس على الجهاز وبيرجع بالزمن ل 1969. واول ما بيوصل بيروح يسرق عربيه وبيتجه على مدينه الملاهي، وبنروح على بوريس الحيوان وبيكون وصل للراجل اللي هيقتله. وجاي بيوصل وبيسمع حد بيصرخ وبيروح على المكان دوت، وبيكون الكائن الفضائي مات، وبيحاول يقتل بوريس قبل ما يهرب، بس العميل كي بيكون وصل بالنسخة الصغيرة منه. وبعدها كي بيكهربه وبيغمى عليه، ولما بيصحى بيلاقي كي قدامه وبيسأله بيقول له انت تعرف اسمي منين؟ وجاي بيحاول يتهرب منه، بس العميل كي عارف ان هو مخبي حاجة، وبعدها بياخدوه على جهاز عشان يمسحوا له ذاكرته. وجاي قال له اما تقابل بوريس بكره اقتله ما تسجنوش. وبعدها كي بيوقف الآلة وبيقول له انا هسألك لمرة أخيرة انت مين؟ بيقول له بص انا هحكي لك على كل حاجه بس عاوزك تركز معايا، انا الشركه جايه من المستقبل بعد 25 سنه هتجندني، وبغزو فضائي هيحصل على الارض بعد 40 سنه لو ما قتلناش بوريس الحيوان بكره. وبعدها كي بكل برود بيقول له طب يلا عشان نلحق، وكي بياخد جاي بيروحوا على الحفله لكائنات فضائيه. ولما بيوصلوا الحفله كي بيدور على عميل شغال معاه في المنظمه، وبعدها بيقابله وبيطلب منه ان هو يكلمه على انفراد، وبيساله عن بوريس الحيوان، والعميل بتاعه بيقول له ان هو بيدور على كائن فضائي اسمه جريفين، وبيقول له ان هو اخر واحد عايش من سلالة الاركيل وموجود هنا في الحفلة. وبعدها كي بيسيبه وجاي بيكون واقف مع الاركيلي وبيقول له ان اسمه جريفين، وسكان كوكب الاركن بيقدروا يستخدموا عقلهم في الاحتمالات، يعني واحدة تتخانق مع خطيبها هيزق واحد فهيزق واحد فهيزق واحد فيكسر الترابيزة يبقى انا الحق السندوتش بتاعي. هي دي ميزة جريفين، انه بيقدر يقرا المستقبل بس باحتمالات، وكل احتمال ممكن يتغير في اي وقت. وبعدها كي بيجيله وبيقول له انا جايب للارض هديه وهديها لك اما نتقابل المره الجايه. وجريفين بيقول لما تحصل المعجزه ساعتها هنتقابل. وفجاه بوريس الحيوان بيوصل وبيحاول يقتل جريفين بس بيقدر يهرب منه، وبوريس الحيوان بيهرب وجاي بيجري وراه وبيحاول يقتله بس بيقدر يهرب منه. وبعدها كي بيجيله وجاي بيقول له احنا لازم نقتله لإلا الارض هتتدمر. وكي بكل هدوء بيقول له انا جعان ما تيجي نروح ناكل. وبعدها جاي بيمسك اعصابه وبيروح ياكلوا ويكلموا مع بعض، وهم قاعدين بياكلوا بيخش ناس وبيقولوا ان فريق المعجزه مينز قدر يفوز اخيرا، وجاي بيعرف هو فين وبيروح على ملعب البيسبول عشان يقابلوه. ولما بيوصلوا بيكون جريفين بيتفرج على مباراه بس في المستقبل، وبيحط ايده عليهم وبيخليهم يشوفوا اللي هو شايفه، وبيدي كي قلاده موجود فيها درع يحمي كوكب الارض، وبيقول لهم ان انا كوكبي اتدمر مش عاوز كوكب الارض هو كمان يتدمر. وجاي بيعرف ان هو درع الارض. وبعدها جريفين بيقول لهم انا نسيت حاجه مهمه، وفجاه بوريس الحيوان بيجي وبيخطف وبيدمر لهم العربيه بتاعتهم. وكي وجاي بياخدوا موتوسيكلات من تحت العربيه، وبعدها بيفضلوا يطاردوه وبيضرب عليهم بالحشره اللي في ايديه. وكي وجاي بيتفقوا مع بعض وبيقدروا ينقذوا جريفين، وبيضرب على موتوسيكل بوريس النار وبعدها بينفجر بيه. وجاي بيروح يشوفه بس بيكون قدر يهرب، وبوريس نسخة المستقبل بتاعته بتوصل، وبوريس الحيوان بيروح يقابل بوريس الحيوان بس بتاع الماضي، ويتفقوا مع بعض ان هم هيقتلوا كي قبل ما يقطع لهم دراعهم. وبعدها جروفين بيكون معاه الدرع وبيقول لهم لازم ينتشر في الغلاف بتاع الارض عشان يكون درع الكوكب الارض. وبيبصوا على القمر وبتكون اول رحلة فضائية للقمر تاني يوم، وفي نفس المكان اللي مات فيه كي قبل كده. وبعديها بيروحوا لمكان اطلاق الصاروخ للقمر، وبيكون في جنود جايين عليهم، بس جروفين بيقول لهم لازم تقولوا لهم الصراحه وما ينفعش تمسحوا لهم ذاكرتهم. وجاي بيقول لهم كل حاجه بصراحه بس بيقبضوا عليهم، والجنود بياخدوهم عند القائد بتاعهم وبيطلب منهم انهم يسجنوهم، بس جروفر بيوري له حاجه في المستقبل بيخليه يغير رايه وبيساعدهم يوصلوا للصاروخ عشان يوصلوا الدرع. وبعدها بيوصلهم للاسانسير وبيمشي، وهم طالعين بوريس الحيوان بتاع المستقبل بيهجم على جي وبيفضل يتعارك معاه، وكي بيوصل لرأس الصاروخ.
بوريس الحيوان بيهجم عليه وبيكون هيقع بس بيلحق نفسه، وجي بيقوم تاني وبيروح يتعارك مع بوريس الحيوان وبيفضل يضرب فيه لحد لما بيقدر يوقعه، وبيوقع بوريس الحيوان اللي جايه من المستقبل. وبوريس الحيوان التاني بيكون وصل للدرع، وكي بيضرب على ايديه نار وبيقطع له ايديه، وبيقدر اخيرا يوصل للدرع، وبعديها اخيرا بيقدر يركب الدرع على الصاروخ وبينزل بسرعه قبل ما الصاروخ ينطلق وبيقدر يهرب. وجي المفروض كان يرجع للزمن بتاعه بس حب يطمن على كي، وكان بيبص على كي والظابط اللي معاه، وفجأة بوريس الحيوان رجع والظابط اللي كان مع كي نقصه وضحى بحياته عشان ينقذ كي. وبعدها بوريس الحيوان قال له انا هسلم نفسي. قال له تصدق انت حيوان فعلا، بس كي قتله المره دي. وبيسمع صوت طفل جاي من وراه وبيبص عليه وبيطلع اسمه جيمس، وبيكون معاه ساعة والده كان مديهاله. وجي بيبص على الساعة اللي كان والده مديهاله وبيعرف ان والده ضحى بحياته عشان ينقذ العميل كي. وبعديها كي بيمسح ذاكرة جي عشان ما يفتكرش اللي حصل لوالده. وبعديها جي بيرجع للزمن بتاعه، واول ما بيرجع بيلاقي كي مستنيه وبيقول له انا عرفت ان كان في اسرار كتير انت مخبيها عليا، وبجد بشكرك على اللي انت عملته معايا. وبيخرجوا في مهمة جديدة والفيلم بتاعنا بيخلص على كده. لو عجبك الفيلم انزل اشترك في القناة ولايك عشان يدعمنا نستمر. سلام.